أهلا بكم. عائلة أخرى وقصة أخرى نستعرض بها ما حدث للكرد الفيليين بزمن النظام البائد. ضيوف حلقة اليوم أبو محمد وأم محمد، هم صح متزوجين لكن الكل واحد منهم قصة مختلفة، ظروف مختلفة ومأساة مختلفة، لكن النتيجة واحدة. كثير من عوائل الكرد الفيليين المهجرين قسريا في زمن نظام الطاغية صدام حسين بقوا في الجمهورية الإسلامية إلى يومنا هذا لسبب أو لآخر. لذلك سافرنا لطهران حتى نلتقي بهم ونلقي الضوء على بطولاتهم وتضحياتهم الكبيرة. بهذه المدينة الجميلة قضينا أيام نوثق تاريخ مأساة الكرد الفيليين عن لسانهم، فهم شهود على عصر مظلم وضحايا طاغية مجرم. عبد الكريم الشقيق الأكبر لأبو محمد كان مجاهد ضد نظام صدام حسين، وكان ملاحق بشدة من قبل أزلام البعث. هالشي خلى أبو محمد المراهق في ذلك الوقت يصير متهم أيضا في نظرهم، أو بمعنى آخر متستر على أخو الهارب. أنا أخوي عدموه، السبب اتهموه بحزب الدعوة من سنة 80 تقريبا 80. فقبل لا يلزمونه كان هو من يكتب على الحياطين شعارات وش اسمه ضد صدام. قلت له هاي الشغلة مو حلوة وش اسمه، دير بالك. ما قبل من عندي الحكي، فجوي لزموا صديقه جيرانه المنظمة، فسوى هو كان عندي بايسكل، اجى اخذه من عندي راح للمنظمة شاف وين اخذوه، رد رجع علي طاني بايسكل واخذ الجنطة مالته وطلع. زين من طلع بعد ما ندري بين وين راح، فعلى قولة المثل ضاعت اخباره. فهناك البعثيين دزوا علي قالوا لي وين راح عبد الكريم؟ قلت له والله ما ادري، انا بالنسبه لي ما ادري يعني وين راح. المهم اخذوني بسطوني علقوني، قلت لهم شو اجاوبكم؟ ما ادري، اقول لكم ما ادري. فمن التعذيب حتى شدوني من هنا بالجسم بالشباك، حتى ايدي هنا ماكو ورمت. ضربوني على حلقي كسروا اسنوني، ضربوني على ذاني، هاي السذاني مزروفه ما اسمع بيها. رادة وش اسمه ما قدرت، ما بعد وقعت اغمى علي. تقريبا انشت بيها من مو كبير، تقريبا 15 16 سنه عمري كان. وانا ناعم مو يعني ذاك الخشونه وش اسمه. قالوا هذا يحكي الصحيح عفوه. أم محمد على عكس زوجها كل شي صار وياها فجأة. طالبة بالسادس الابتدائي ما تعرف من الدنيا غير الواجبات المدرسية واللعب مع صديقاتها، إلى أن اندق الباب. الدقة الشهيرة أعتقد عرفتوها. والله قبل كنت مو هالكبر، شابة. فمغرب قبل المغرب
دقت علينا الباب. أنا كنت بالمدرسة السادس ابتدائي. قبلها كان اكو محلات كبارنا، مرتين ثلاثة واحد من أبو المحلات قام يسألني يقول لي انت حجاب حزب الدعوة من هالأسئلة. احنا كنا جديد رايحين بهاي المنطقة، كنا بالعقاري بيتنا، شلنا يعني ما كملنا سنة بيت اشترينا هناك بالحرية بالثانية. هذا ابو المحل كان يسألني سؤالات، فأنا ما كنت أدير بال. فمن جيت من المدرسة ثاني يوم قبلها يعني قبل المغرب ما يصير نشوف إلا اندقت الباب علينا، أنا وأبويا وأمي كنا. فتحت الباب شفت سيارة 18 نفر أتذكر يجوا علينا، طبوا ما ندري شكو، قالوا يلا يلا. أبويا سكتف، رجال كبير، بقيت أني أخويا مو بالبيت. بعد أن أجبر أزلام البعث عائلة أم محمد أن يصعدون بسيارة النقل اللي جاي بها حتى يتم تهجيرهم، اتجهوا لأخوها الأكبر اللي كان متواجد ببيت خطيبته حتى ياخذوا وياهم. صدفة أخويا كان يريد يتزوج، الجهاز ماله بذاك اليوم الأخشاب جابوه خلوه بالجراج، يعني ما طببنا للغرفة، محطوط بالجراج الجهاز ماله، وأخويا رايح ببيت خطيبته. هسه أبويا رجال كبير وأمي ارتبكوا ما يقدرون يمشون. بس أمي تتوسل بي، قال ابني قال وين ابنك؟ قال ابني بيت خطيبته ببغداد بالخلاني بيت خطيبته. توسل بي قال يلا قوموا، وين نروح؟ قال يلا يلا. احنا من قمنا شفت السيارة بيها كم نفر، نريد نجيب فشي، العفو انا حافية جيت، ما خلونا هيك. ابويا بالدجداشة، العفو انا بالدجداشة، جينا هيك. قالوا صعدوا. بعدين امي هواية توسلت بي، قال عاد ابنكم وين؟ قالت لامي والله ابني خاطب ببيت خطيبته. قالت تندلون؟ قال ايه. امي قالت ايه ندل بالخلاني. بعدين رحنا على اخويا كان عندهم، ركبناه لاخويا جينا. بعد التعذيب اللي تعرض له أبو محمد بفترة، التقى بأخو عبد الكريم وبلغه بكل اللي صار، وساعد أيضا على التخفي بمكان عمله، لأن أجهزة الدولة كانت تبحث عن عبد الكريم بكل مكان. هناك ورفد تقريبا أسبوعين هيك شفته لأخوي، رجع بغداد شفته زين، على أساس ندزل الشمال ما صارت، بداية الحرب العراقية الإيرانية اي، فما صارت. رجع وين؟ البغداد. قلت له هاي انت وين بربك؟ انت يدورون عليك البعثيه، انت قاعد لي هنا تفتار. المهم قال شو اسوي انا؟ ضجت انا، وين اروح؟ وين شو اسمه؟ قلت له شنو انت رايح تترفه؟ يدورون عليك البعثيه. المهم انا كنت اشتغل حداد ورا جراج النهضه اذا تندلوا، ف اسمه حجي قدوري الله يرحمه. زين اخذته قلت له يابا ترى هذا اخويا متعارك ويا ابوي، ما قلت له هيك السالفه وش اسمه، متعارك ويا ابويا كم يوم تخلي يمك بين ما صالحهم. الرجال خطيهم قبل، دخل بالدكان وهاي. ورا فتره اعتقد هم يتابعوني، يمكن يتبعوني اي. فورا فتره رحت عليه قلت له عبد الكريم وين؟ قال جت السياره لاند كروز اخذته. من ذاك اليوم لهذا اليوم بعد احنا ما عرفنا وين ودوه وين شو اسمه، بعد اخباره راحت عنه، حتما عدموه.
أم محمد بوقت تهجيرهم كان عمرها 12 سنة تقريبا. مظهر الأسلحة وصياح أفراد الأمن خلاها مرعوبة، واللي أرعبها أكثر أنه بعد اقتيادهم المديرية الأمن سمعت بوجود شخص مشهور بكرهه وحقده وتعذيبه للكرد الفيليين اسمه عبود. هذا الرعب والخوف أفقدها الوعي. تخيلوا طفلة بعمر الورود تلقى نفسها فجأة بين كلاب مسعورة وأشخاص كسبوا صيتهم من تعذيب وقتل الأبرياء. بعد أني صدمت وياهم جماعة ما أدري، بس أبكي وهذول الأمين ما شايفة بيدهم هيك رشاشات ويحجون وهاي، وخوفه كني. أخذونا فد بكان، من أخذونا بكان قالوا تسدة ما أدري شنو، هناك أخذونا. بعد أني ما حسيت بنفسي، أخذونا قالوا أمن، جو بالسيارة حققوا ويانا نزلونا، قالوا فد واحد يعذب اسمه عبود، قالوا هذا يأذي الكراد بالسجن. أنا كنت أخاف، يعني كنا نخاف، قلت هذا شو يسوي لنا؟ بعد هبطت هالقد ما هاي هم أهل الأمن. قال ليش تبكي؟ ما حسيت بنفسي، أبويا رجال كبير، ما شفنا إلا نفسنا شرطة أمين والناس كلها. ورا كم يوم بعدين، ورا ما أدري أسبوعين ايش قد أخذونا الدورة. من أخذونا؟ وين أخذونا؟ أخذونا ببكان نريد ننام، جيب الطابوق خلوا جوا راسنا ماكو عالطابوق، ونخاف وكله يحجون علينا ويتعذون. يعني شو أقول لك، أبويا رجال كان كبير هواي هم ويانا، هذول كراد شو مسوي؟ سكتوا لا تحجون من الحكي. اللي أخذوا الوليد، أخذوا قسم بنات، جروهم تعذيبات والعفو حكي، يعني فد أشياء ما حلوة. شنو كراد يابا شو مسوي؟ روحوا يم جدكم. منو جدنا؟ جدكم خميلي. احنا شو مسوي؟ انتو هذا جدكم هناك، هسه الكراد كلكم بايتي تروحون يمه. أخذونا شو أقول لك، كبار صغار، يعني كله بكي وتعذيب وقتل، عفوا حفاي وبلا أكل، المريض مريض
عينك لا تشوف. يعني هسه من احكي اتذكر الخوف بعده قدام عيني. انا راسا فقدت ورحت دكتور جابولي، ما ادري شنو خلولي، ما ادري. بس ابويا بعد خطيه المسكين، بقينا كم يومها ما ادري هناك شو يقولوا للبكاء. بكنت هالكبر ورا ما جابونا التعذيب اسبوعين، وجابونا بكان هناك انقس، جابونا ماذا قالوا ما اتذكره، بس نيمونا وين؟ بالقاع. اريد فشي خلينا طابوق جوا راسنا، انتظر احنا عبالنا راح يرجعونا لبغداد يعني لبيتنا. وراه قالوا لا، هم جو شرطه وجيش، جابوا السياره مال جيش، اتذكر سياره كبيره العلو مالتش ما نقدر نصعد بيه. ابوي اخو كبير، امي كبيره وتمرضوا، انا ما خلاص جرونا من جوا، عفوا شالونا ومن فوق جرونا تعبلونا، قالوا هاي سياره مال جيش جابونا. زين مشينا خلاص. كم يوم هسه جينا لايران؟ اتذكر يمكن 5-6 ايام احنا بالطريق من منطقة إلى منطقة. أخير شيء ياخذونا فد منطقة بإيران العاصفة مالتها ماكو يعني تقتل. بعدين إحنا بالسيارة جابوا لنا بطانيات، قلبهم انكسر علينا، رجعونا وين؟ ورا هال5-6 أيام هم رجعونا أكو فد منطقة يقولوا لها قرمسار. من صعدنا بالسيارة مال العسكرية شوية وذبونا ومشينا. مشيتوا كان عوائل هواي لو اوه هواي، هذا اللي ماخذين ابنه ماخذين بنته، هذا من القهر يعني تمرضوا، عينك لا تشوف، جهال كبار بس نبكي. بعد إلقاء القبض على عبد الكريم من قبل أزلام البعث انقطعت أخباره. هالشي خلى أبو محمد متأكد إلى حد كبير أنه أخوه المجاهد تم إعدامه. مرت السنين، كبر أبو محمد ودخل العسكرية، مجبر أخاك طبعا، وهنا بدأت المأساة من جديد. دورنا عليه فقالوا يابا انعدم، حسب ما من الاخبار قالوا انعدم. هذا انا اخوتي صغار كانوا، اكبر ما انا كنت تقريبا ما قبل الاكبر. اي هو اكبرنا. والدك ووالدتك؟ لا والدتي متوفيه، بس والدي كان موجود. اي صار وراه كمل. اي بعدين قالوا بعد انعدم وراح. فاني سويت كنت بالعسكريه، اخذوني كبرت بعدها، صار يعني فتره سنين اخذوني بالعسكريه، ردوا وجو الحزبيين ذولي يسوون جرد، اكو مال شو يسموه، يقولوا يا جرد مال البعثيه، بين يا عنده عائلته شهيد، يا عنده معدوم، يا عنده حزب الدعوه. اي فانا نكرت اخوي، ما قلت لهم مثلا، بس اعطيت فلان 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 اخويا، ما قلت له هذا معدوم. رد اجى علي البعثي ورا 3 ايام، قال لي شلون انت شو اسمه اخوك ما كاتبه عبد الكريم؟ قلت له نسيت. قال لي هسه اعلمك شلون نسيت. كان ضربني براجدي بالعسكريه، حزبي كبير بعد. انا من على قولة من حرقة قلبي قام يفشر على اخويا، من حرقة قلبي انا فشرت عليه، ضربته بالاخماس ونزمت من العسكريه. فقاموا يدورون علي، يعني انا من مكان المكان رحت، جيت للبيت. لما وصلت للبيت يعني بصعوبه، مو يعني تدري السيطرات والامه كلها، بصعوبه وصلت. تقريبا 2 شهر لزموني، جو الامن لزموني اخذوني للحارثيه. من الحارثيه هم 2 أسبوعين تقريبا كتل. من الحارثيه اخذوني الرقم 1، هم تقريبا 2-3 أسبوع اتذكر. بعدين ودوني للخاصه، بقيت حوالي 2 شهر. اكو هاي الطابقات، الطابق الاول والثاني.
بس شنو ما يخلوك تباوع. يعني مثلا وقت الاكل يجيبوا لك اكل، تطلع تروح تجيب مثلا اكل تنكتل تاكل بالصندات، واقفين الانضباطيه من تجي ومن تروح. تكرم المرافق هم كذلك، يحسبوا لك من 1 ل5، اذا ما طلعت يدفرون الباب عليك يبسطوك. فهاي المأساة اللي عشناها يعني ما اعتقد عاشوها عالم اكثر من عندي، عذاب همينه. بس انا اللي هذا دا احكي لك اياه على نفسي، يعني تأذيت من عندهم. بعدين اخذوني من الخاصه ودوني سجن الوحده، سفروني عن طريق السجن الوحده. مريت على كركوك من تقريبا 3-4 ايام بيه لحد ما وصلت السجن الوحده، كملت المحكوميه مالتي. اول ما حكم علي بالاعدام، زين، بعدين عود رأفة من المحكمه والش اسمه 2 سووني انسجنت. كملت المحكوميه مالتي بالوحده مالتي، الوحده العسكريه. فترة السجن اللي تعرض لها أبو محمد كانت قاسية جدا، مو فقط لأنه سجين، لا بل لأنه كردي فيلي. تعرض للتعذيب والعنصرية من سجانين، بحيث شرب الماء كان له عواقب وخيمة. يعني أنت لما يقول لك هذا كردي فيلي وسب الحزب وش اسمه، معاملتهم قاسية كلش كانت، يعني عبالك موصيهم علي. فد مرة من المرات مي، احنا حوالي 1600 بالقاعة، 1600 جابونا بالقزان مي. تعرف القزان مال الأكل وش اسمه، هذا اللي 7 اللي يشرب مي. تقريبا أنا يومين الله لا يكذبني، يوم ونص شي ما شارب مي، يعني اغمى علي، قمت ما اشوف الباب ما اشوفه. جابوا قزان مال مي، قلت الا اشرب مي. من طبيت بالقزان اشوف، شفت ماكو فارغ، ماكو احد يمي. طبيت بالقزان قاعد اشرب، ماكو طاسه وما ادري شنو مثل المؤدبين، تكرم مثل الحيوان، بل اظل. زين، طبيت بالقزان كان جفد واحد انضباط بالصونده على ظهري، لحد الان الالم موجود، يعني متاثر علي، ظهري يوجعني. زين، عبالك ظهري انقسم نصين، انهزمت ودق بالصوندات علي لحد ما طبت بالزاويه، من ورا دولي ماكو المساجين همينه عافني. شو اقول لك المأساة بعد، يعني تقريبا باليوم حوالي 5-6 يطلعوني ميتين، يسحلوهم همين هيجي، ما يشيلوهم، سحل من القاعة، سحل يذبوهم برا. زين، يعني باليوم ما حصل إذا مو 5 صوندات باليوم. بعد خروجه من السجن رجع أبو محمد لإكمال خدمته العسكرية، لكن هو كان مقرر بسبب كل اللي شافه وعاشه أن ما يبقى بالعراق. وفعلا بعد فترة حصل على إجازة من دوامه العسكري ونفذ قراره، اتجه إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بعدين طلعت أنا من العسكرية، قلت أنا ما أبقى، ما دام هيجي ما أبقى. طلعت من العسكرية، انطوني إجازة، طلعت عبرت الحدود عن طريق سومار ذات ندلة. وين سومار؟ شو اسمه، على طريق صف مهران. اي، فطلعت من هناك، اجت عن طريق شو اسمه وعبرت الحدود الإيران. وحدك؟ لا، أنا وابن خالي وجيراننا. عائلتك بقوا بالعراق؟ اي. ظلك تواصل بينك وبين عائلتك؟ اي، قام يسألون علي، يقول وين هذا جاسم وين؟ قام يجون عليهم ويأذوهم عائلتي، يقول وين هذا جاسم؟ جيبوا لنا اياه. هذول بعد شي جاوبوا خطيه، كانوا اخوتي صغار، اكبر واحد بيهم 12 سنه 13 سنه. زين، 5 سنين 4 سنين، هذول اخوتي، كانوا احنا 6 اخوه. والدك؟ والدي شو يسوي خطيه؟ لا حول ولا قوه. شنو كانوا جاوبوهم يعني؟
شو يجاوبون؟ يقول احنا ما ندري وين، مفقود. يعني مثلا شلون نكروا شو اسمه، مثلا انا عابر الحدود، ما يقدرون يقولون عابر الحدود راسا على قولتي يجوز يعدموهم، ما يسووها. بزمن صدام كل شيء يسوون، فقالوا احنا ما ندري بي وين. هذا الجواب لهم. حتى بعد تهجيرهم القسري إلى الجمهورية الإسلامية ما خلصت عائلة أم محمد من طغيان وجبروت النظام البائد. صواريخ أزلام البعث لحقتهم للمنطقة اللي كانوا ساكنين بيها، وخلدت مشاهد وصور مرعبة بذاكرة أم محمد. جينا احنا مهران تندل ملك شاي، ابو سرور يعرف حدود. جينا هناك بقينا ما ادري كم سنه، 2 3. فد يوم كان الدنيا هيجي بالعشرة 10 ونص، كنا قاعدين ابويا اني وامي جانا خطاب، ما شفنا الا الليل ونهار صار اسود، ما شفنا سواد. احنا براسا رحنا على الميزانيه مال الكهرباء، ثاري يجون يذبون يقلون عناقيد، ما ادري شنو هو، ذبوا بالسوق مال ملك شاي. 1500 طفل، فقط طفل مات. الاطفال العلج هسه ما اتحمل، علج بحلقهم ورقبته انقط مات. وراها ما اصد انهجرنا من بيتنا، رحنا للجبال 6 أشهر عايشين احنا بالقع، عقار وحيايه، واحنا عراقيين ما عندنا هيك، ما متعلمين، فبالقياعين 6 أشهر. هسه 6 أشهر ليش يجوز من عندنا صدام؟ قام يوميا بالعشرة الصبح يجي، احنا شو نسوي؟ كنت اشوفهم لابسين هيك كلاب هيك وبمنقط، هدوم منقطه ومن الطياره. احنا شو خالين طين طبعا. هسه من الجبال رايحين مهزومين، ننهزم الى بوكان لاخ، اشجار وجوانا وادي. احنا شو نسوي؟ الام والاخ كل واحد يلزم الشجره بطين ونخلي شو اسمه علينا اشجار، حتى والطياره ناسيه. اشوفه انا واقف وفد شيء هيك ذب، هدوم لابسين مطقع، مو شكل واحد، احمر اخضر ما ادري شو يصحوا له. هاي الهدوم مال العسكريه. 10 أيام يوميا، يعني هجرنا 6 أشهر بالجبال، من الجبال هم هجرنا 10 أيام. هاي تهجرنا. بعدين ورا ما تهجرنا عد رحنا بإيلام. إيلام نايمين هم اجى قصفنا. العفو ابو سرور يعرف، حتى اجى العفو على حمام، قصف حمام نسائي ورجالي. سيارات ماكو قصف، العالم تخاف. والله وقفنا ونرجف وهيك بلا اكل وشرب 16 يوم. اجت السياره مال نفط ما ادري مال غاز كبيره، هذا ما بي بوكان نفط بس السايق وهذا. والله اشرنا له رجل اختي، هذا يخاف. قلنا له بابا لا تخاف، كنا عربي نعرف، كردي ما كنا. هسه شويه تعلمنا كردي، احنا كرات فيليه صح، بس عايشين كنا ويا العرب، هناك عرب وكرات خبط، ما كان تفرقه. والله الرجال قنعناه، قلنا له بابا احنا كرات، احنا بقيلان هيك قصفونا، نريد نرجع ما عندنا فلوس، ما عندنا هاي. قلبه انكسر علينا، خلانا بالسياره مال النفط بنزين، وصلنا إيلام. رجعنا ماكو كم يوم هم قصف إيلام، قصفنا خلاص كله قصف. بعدين إيلام اكو فرمندار ما ادري بالعراق شي يصحوا له، قال بابا هذا القصف صدام، فرغوا إيلام وروحوا وين؟ شمال العراق، اقول ايران، مازندران. شلون نروح؟ اخويا كنا بالبومباران، اخويا قلت لك صار شهيد. اخويا قال بابا اني كان يشتغل على تاكسي، قال راح اخذ مرتي وامي، يعني امي اهزمهم واجي يجي علي وعلى اختي الحامل. انتي تشادر نزلي، كنا بشادر، اني يوم 2 اجي عليك اخذك انتي هم، وبعد قصف خطر صار. اخويا هم اجى جاب مرته وامي شمال مازندران، قايم شهر. ناي الحكومه طتنا بيوت قعدونا.
فقدت أم محمد أخوها بسبب القصف المجرم لنظام الطاغية، وكأنه حقد وكره أزلام صدام ظل يلاحق الكرد الفيليين أينما حلوا وارتحلوا. اخويا همينه بالقصف مو قصفنا، اجى اكو ايلام اكو فد منطقه، هاي منطقه خطر هو سائق درجية سياره، كان عندنا وضعنا زين بالعراق، ما اقول لك تجار بس وضعنا زين، كان عندنا لوريات مال حمل، بيتنا ملكنا بشارع بالعقاري، وضعنا زين، فهو كان عنده بايك سايق، فمن اجى هنا يعني سايق اجى من ايلام للشمال، جاب امي وهاي على سناد يرجع، قال لي 2 ساعة بفلان ساعة جايه، يصير قصف بإيلام، اقول بين إيلام وكرماشان بالسيارة، اخويا مو تعبان، واحد وياه من اهل ايران يعني هم قرايب، اخويا تعبان ذاك دا يسوقه، اثار مو يصير القصف مرتبك، شو يسوي اخويا ونايم والشيشه مفتوحه، من هذا ارتبك السايق يوقع اخويا من الشيشه من الشباك يعني، ويوقع وين بالقاع، هذاك من ارتباكه ما يشيل اخويا، يرجع يدس بالسياره. ايش قد عمرك كان؟ بال30 احنا همينا تنيت نزلنا الشهاده، بقيت بس اني واختي كانت حامل تريد تجي، بعدين اشو صار يوم الموعد اللي يجي ياخذنا، كان يوم 2 اشو صار بال4 بال5، تعرف هنايا قرايب عندنا هم كان قرايب هنايا كراد فيليه، بشبشون جو الشادر، احنا عبالي اخويا بشبشون، اثار يا اخويا جايبين اخويا جايبين خبره بالقصر بالسياره. وهذا اللي كان خاطب وجه؟ لا الاخ حمالي ذاك يا بقولونه، بعدين ماكو شارع، بقيت بس اني مرتي وامي وكلهم مهزومين طهران من القصف، اني بقى اخويا جده توفى، بقيت 7 ايام العفو، الجنازه مالتي اني وحدي، ماكو لا اب لا ام، انا سويت العزل الرسومات. بعد حالتنا جيت هنا نشتغل بالبيوت، نشتغل اشكال والوان على مود العيشه. الله هنا امي مره كبيره، امي هالقد قامت تبكي وهاي عيونها ما توفت، بقيت انا بقيت بين بيت اختي عايش نفسي لما بعد هسه صرت عجوزه وقهر و100 اسم الله عليكم 100 مرض هسه عندي. ابو البيت قال لي اريد فلوس العام، ما كان عندي، وقعت دخلت عمليه هيات 3 اشهر، اني رجلي من القارصه صار عندي سكر وضغط، نسيان يدري زوجي هسه من نحكي راسا وجهي هذا كله مال كبدي وروم. كلمات أراد أبو محمد أن يخاطب بها أخوه الشهيد عبد الكريم، نظرة كان موجه الصورة قديمة إليه لأن ما له قبر حتى يزور به، صارت هاي الصورة هي القبر اللي يتوجه له أبو محمد كل يوم ويغسله بدموعه. وينك يا أخوي؟ لا قبر عندك، لا أثار، الله ينعل اللي سوى عليك المصيبة. يعني أنا لا بمكانك ميتا محسن لي، شنو حياتي أني؟ شو أسوي؟ إنا لله وإنا إليك راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عبد الكريم يا مسكين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله وأتوب إليه.
وإنا إليك راجعون. استغفر الله يا أخوي ويلي. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة. حجي ما له قبر اخوك الشهيد؟ لا والله، يا ريت له قبر حتى احنا نروح نزوره نشوفه. ماكو، كل اثر بعد ماكو. ومو بس هو، هاي الالاف اللي ما معلوم وين صاروا، وانتم تدرون كل زين. المقابر الجماعيه اللي على قولة حتى اثرها ماكو، حتى واحد يقول يابا يروح هناك ينبش القبر ماله يطلعه. ما ادري بيبي يعني شلون موتوه، ما ادري باي طريقه، بس اقول الله ينعلهم. احنا مو يعني شوف، هو سن الفرق تقريبا سنتين، هو اكبر من عندي، بس شنو كنا يعني صدق اصدقاء زين. يعني ما احس بين هذا اخوي كصديق الي زين. مأساته يجي يحكي لي الي، ما يحكي لابويا. ابويا شوي رجال عصبي همنا. احنا كاصدقاء هيك كنا يعني بهال على قولة المرحلة وصلنا. يعني شو اقول لك، بعد ما لا حول ولا قوة فقدته بعد راح يسوي. ورغم كل اللي صار بيهم وكل المآسي اللي مرت عليهم، ظل أبو محمد وأم محمد وعائلتها أيضا يشتاقون للعراق. حبهم لبلدهم وشوقهم إليه كان يزيد يوم بعد يوم، والأمل بالعودة لأرض الوطن ما فارقهم أبد. والله أنا لحد هاللحظة هاي أحن للعراق. والله كل شيء اللي طيبة العراقيين ولو تغيرت الطيبة مالتهم، أحن قبل كانت الطيبة الحقيقية. هسه العالم بعد تغيرت، لأن الظروف اللي مرت عليهم قست بهم. غير الطيبة شنو الأماكن اللي تشتاق لها؟ احكينا عن الأماكن اللي قبل كنت بطفولتي أنا كنت أروح أتردد هناك، مثلا باب الشرجي وغيرها اي منتزهات كنت اروح بيها حلوه. احنا ماكو لحد ما يعني قبل كم سنه كنا نريد قلنا نرجع. واحد ليش يكذب؟ خو تدري ما متعلمين هنا، كنا بس نقول عراق عراق. كنا بعد بالاخير الامل راح، قلنا نرجع احنا للعراق. حتى قالوا راح شو اسمه مده، قالوا صدام بعد يقبل على الشمال. واولاد عمي كانوا بدولة تابات يعرفهم حج اسماعيل وبيت حج ابراهيم. قال احنا العائله القرايب نلزم سياره ونرجع. قال تدري شو نسوي؟ راح ندس من قرايبنا لي قدام نشوف صدام شو يسوي لهم حتى احنا نرجع وراهم. اجرنا بعد سياره ام 40 نفر، راحوا بيت عمامي. من راحوا اثاري صدام بالكذب قالوا رجعوا، راحوا للشمال هناك حبسهم. حتى مرت عمي خطيه توفت بالسجن، توفت اخذوها دزوا على بناتها. احنا من سمعنا هيجي رجعنا مرت له خسه شنو، لا عندنا غرام لا عندنا شيء، بعناها من القلاقي قلنا نرجع للعراق. بعد كل ما مر بيه أبو محمد وأم محمد كانوا يستحقون على أقل تقدير تعويض مادي وراتب من الدولة العراقية يعينهم على قسوة الحياة ويعوضهم عن الظلم والقهر اللي شافوه من النظام البائد. لكن الروتين القاتل في مؤسسات الدولة دائما يجعل الأمور أكثر صعوبة.
اي راجعت. فاجاني رد الطلب بان انا مسجون سياسيا. يعني هذا اللي حكيت لك اياه ما يدل على ان سياسه. اي فانا سجنت على مود اخويا عدموه، وضربت لهذا البعثي فشرت عليه كقذف يعني مثلا تنحسب. فسجلوا لي شو اسمه بس شنو الشهود شوي مثلا ما شهدوا لي مثلا توضيح، ما قبلوا بالحكي مالهم. سويت المظلوميه مالتي، فهسه قاعد اراجع. قالوا لي بعد شهرين تعال. يعني لحد هسه ما جات تستلم راتب؟ لا لا لا، لحد الآن. من 2017 تقريبا انا مشيت بالمعامله لحد الان ماكو شيء. وبعد شهرين شنو قالوا لك؟ قالوا لي بعد شهرين تعال يعني مثلا نشوف الضباره مالتك. والله اني قضيتي اني ما احلل رجل اختي. اني رجل اختي متمنيني من كنت صغير ما ادري، بس اني كلها عايشه ويا ابويا وامي. اصلي المات هنا من خلاني جايه بالدنيا الى ما قلت لك شنه للعقاري. من العقاري سنه بالمدينه. اني هذا المتمنيني ما راح حبيته، بس اجى سواني باسمهم. هنا يا ابويا سواني باسمه. ابويا الحقيقي المات من سفرنا قال انا ما اعرفك، وهم هو مريض وامي سفرت جيت. من رحت دعيت رحت بالسفاره قلت لهم ترى اني اسمي مركب، اني بالعراق رجل اختي باسم رجل اختي، اسمي الحقيقي اني ابويا. ورحت للتسفيرات بالجنسيه طلعوه مسفره يا تاريخ اني وابويا واختي. خلاص هناك حكيت لهم للضابط والهاي قلت لهم هيك وهيك، قبلوا معاملتي وطلعوا اسمي بالتسفيرات. وقت مشكلتي رحت من السجناء سويته واخذوا مني نوبه 50 نوبه 10 خلاصه. هناك سووا لي معامله حتى قالوا جيبوا ورقه من الكاد الفيليه، هم ما اعتبروها ولا اصلا اهميه سووا لي. بعدين اخير شيء بالموبايل شوف اسمي طلع، انا مكيفه قلت الحمد لله والشكر. مال السجناء طلع اسمي رد، ما قابليني. ما قلت لهم بابا اني ابويا هذا المسفر ابويا وكل العالم يعرفون. ذاك متمني اللي تمني واحد غير يسوي غير يسوي بيت باسمه، عنده حقوق. جنسيتي وشهاده جنسيتي بابا اعطوني اياها وقت الانتخابات. اني لا عراقيه ولا ايرانيه، شنو ذنبي؟ بعدين بالقوه نطوني اياه. من رحت لهذا باسم ابويا الحقيقي الجنسيه مسوي باسمهم باسم رجل اختي. بالمال السجناء اجاني رد يابا اني مسفره، لا مدرسه مال مدارس حصلت ولا حقوق ابويا مال الشهداء يعطوني ولا مال السجناء، شنو ذنبي؟ اني مره كبيره مريضه يعني لا يعطوني اياه. اني قلت لهم بابا اني لو باقيه ببغداد ما اريد منكم شيء. حتى والله انكسر قلبه علي. اكو واحد مدير السجن اسمه ابو حوراء قاسم علي رحم الله والديك والديه، كان يقول لي ام احمد، قال ام احمد انت حتى انتوا يوم واحد الكراد الفيليه ينحسب لكم راتب. رحم الله والديه ذاك الرجال ما اعرفه. حتى قال لي ليش تعوفين الذهب ومكلبه بالعاقول؟ قلت له اخو شو اسوي؟ احنا ما يخلونا نجي. بعدين لو ما بال 2017 رحنا لا يعطوني لا مال ابويا مال شهداء ولا مال المدرسه ولا مال سجناء. يعني على قولة هاي السنين كلها انا قاعد اراجع وش اسمه. هي يقول لي بعد سنه بعد اتفقنا كان حكومه ماكو، هم تظاهرات وكل ما اروح ماكو حكومه ما مشكله. لحد هذا يومنا قاعد اراجع. اللي جاي نعرضه بكل حلقات هذا البرنامج هو تاريخ
حفرت به بحروف من دم بطولات وتضحيات الكرد الفيليين اللي انظلموا طوال عقود ماضية كثيرة، وحان الوقت لإنصافهم. إلى اللقاء.